بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. للتذكير فقط، لا تنسوا اشتراك ولايك. فنزولا عند رغبة متتبعة لقناتي، فسأقدم لكم طريقة صنع كريمة الزبدة. غادي نحاول نقدمها لكم بالطريقة المعهودة أو المألوفة، مع أنه كاينين الناس بتكروا أشياء أخرى لصنع هذه الكريمة. بهذه الطريقة ستحصلون على كريمة احترافية. فالمقادير اللي غادي نحتاجو هي 250 غرام من الزبدة، تكون زبدة الأكل، أي الزبدة الصفراء، كأس صغير من السكر، نصف كأس صغير من الماء، وعلبة من الفاني. علبة من الفاني قياس 7.5 غرام، ثم بيضتان. سنبدأ بالسيرو. نضع السكر والماء في إناء قابل للحرارة، نحرك جيدا ثم نضعه على نار متوسطة. فهذا السيرو يجب أن يصل وهو على النار إلى درجة حرارة 120 درجة. لمعرفة ذلك يمكن استعمال محرار، أو يمكن معرفة ذلك بملعقة وماء بارد. كيف ذلك؟ سنضع الملعقة، نحرك السيرو بالملعقة ثم نضعها في الماء البارد. فعندما نلاحظ أنه قد تم تكوين طبقة بلورية مثل العلكة، سنعرف بذلك أنه قد أصبح جاهزا. الآن سأضع البيض في إناء ثم أطربه بشكل مستمر. يعني في الوقت الذي نجهز فيه السيرو نطرب البيض بالطراب الكهربائي. نعم، تابعي. لم يجهز السيرو بعد، يحتاج إلى القليل من الوقت. ثم بعد ذلك سأضيفه إلى البيض وهو ساخن، يعني كي يطهو البيض، وكذلك ليفقد رائحته الغير مرغوب فيها. فهذه مسألة ضرورية، يجب أن نضيفه وهو ساخن. أصبح المحلول أو السيرو جاهز. سأضيفه يعني شيئا فشيئا على شكل خيط كما ترين في الصورة، هكذا مع
أعتذر على الصوت المزعج للخلاط. فالآن سوف أضيف الزبدة شيئا فشيئا، وعندما تنسجم العناصر سوف أضيف علبة الفاني. نبقى على هذه العملية حتى تتشكل الكريمة بهذا الشكل. هذه هي كريمة الزبدة. لاحظي كيف أصبح قوامها، فيمكنك تشكيلها كما تشائين، ويمكنك استعمالها في الحلويات. إذن بصحة والراحة. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، ولا تنسوا اشتراك ولايك. إلى اللقاء.